السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهارده بقى فيديو واخدينه من اول النهار، يعني هنبداه من اول لما نصحى كده من النوم، صلينا ركعتين لله وبعدين بقى نقوم نحضر فطار للولاد بما ان النهارده الاجازه. تعالوا بقى مينا نشوف هنعمل ايه. النهارده جهزت البتنجان والبطاطس والفول والطعميه، كل ده هنعمله مع بعضينا ونحضر الفطار ونشوف بقيه اليوم بتاعنا يحصل فيه ايه. تعالوا بينا يلا. وهبدا هنا بقى انا وساندي جت تساعدني عشان نعمل معاها، جت تعمل معايا شغل المطبخ. هي اسم الله عليها نظفت لي السمك، وانا جيت حاجه السوق النهارده بما ان النهارده الجمعه بقى. هي جهزت انا حاجه السوق وهي هتخش تساعدني دلوقتي. وانا كده كان عندي فلفل اعمله معاكم هريسه الشطه، وهي هتتبل السمك، وهي تقريبا هي اللي عملت السمك، بس انا ساعدتها طبعا في حاجات بسيطه على البوتاجاز. فهنشوف هتعمل ايه بقى. وهنا بقى دلوقتي انا هحشي السمك معاكم، وانا بقشر الجزر عشان احط على الرز ببصل. كل واحد فينا بيعمل حاجه، الحياه تعاون. وده ابراهيم طبعا. ابشر الجزر كده على البصل واحمرهم مع بعض. وانا كده خلصت السمك وحشيته، هنبتدي ان احنا نتبله بقى معاه. ودلوقتي كده حاطين الرز وحاطين البصل والجزر مع بعضهم، هيتشوحوا معايا وبعدين هديهم ميه سخنه ياخدوا غلوه بسيطه، وبعد كده انزل عليهم بالرز. واول ما الصاجه بتاعتي تسخن هحط السمك. دلوقتي هنطلع السمك كده ونكون مجهزين نفس الخلطه اللي حشينا بيها السمك بس على جنب تاني عشان يبقى السمك بتاعنا طري. هطلع السمك كله وبعدين ارجع اوريكم شكله. ودلوقتي كده كمان النهارده بقى هنشوي بطاطا. اصل انا بطاطس كويس وهنحطها في الفرن على طول للشوي. بقطع السلطه وعامله ماما تعمل الرز. كده بقى انا غسلت الرز كويس وهبدا احطه في الخلطه بتاعتنا دي. هنفضي الرز كله كده. هنطلع السمك بتاعنا استوى. السلام على ريحته يا جماعه، بجد جامده. والصلصه على طول عشان يبقى طري يبقى طعمه فيه كل حاجه. يبقى كده عندنا السمك خلص والرز على العين التانيه. وشكرا يا الصاجه يا جميله. كان عندي حبه فلفل مركونين، على ما اكلي يستوي هفرمهم واحطهم في الفريزر. هنحط عليهم معلقه ملح ماشي عشان يشالوا في الفريزر، وهفرمهم وارجع اوريكم هنعمل فيهم ايه تاني. احط عليهم معلقه كزبره ناشفه حلوه كده مع الفلفل، بيديها ريحه تبقى حلوه قوي معايا. نضربهم ونرجع نفضيهم في البطرمان مع بعض ونشيلهم على كده. وانا كده هفضيها البطرمان، يبقى هي كده جاهزه عندك على طول لو احتجتيها في اي وقت. هحط بس على الوش كده حبه زيت عشان الزيت ما يخليهاش تتلج معاكي. هو عامه الملح مش هيخليها تتلج اصلا. اهو بدل ما الفلفل ما احنا مش محتاجينه دلوقتي وعندي في زياده في التلاجة، يبقى انا انتفعت منه كده خلاص. كده احنا خلصنا الاكل، عملنا السمك وعملنا رز وبصل، وساندي عملت السمك والسلطه عشان محدش يكذب، عشان ما اكذبش عليكم، بس ساندي اللي عامله السمك وانا عملت السلطه والرز. وكده خلصنا النهارده. كنت عايزه اروق المطبخ معاكم بس بصراحه ربنا الميه قطعت، فان شاء الله نبقى نروقه بعد كده اما الميه تيجي. ما تنسوش بقى لو شفتيني اول مره تشوفيني تشتركي في القناه وتدعميني وتحطي لي تعليق حلو وتصلي على النبي وتدوسي لايك. واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله.